السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ فيديو جديد عن النادي الاهلي واخر الاخبار. امبارح تم تعيين الكابتن عادل مصطفى مدرب عام للنادي الاهلي، وتعيين الكابتن محمد نجيب مدرب مساعد، وتعيين الكابتن امير عبد الحميد مدرب لحراسة المرمى. طبعا كده الجهاز الفني المؤقت اكتمل للنادي الاهلي اللي هيكمل الفترة الجاية لحد ما نجيب جهاز فني اجنبي ومدير فني اجنبي جديد. طبعا في حاجتين عايز اتكلم فيهم كده سريعا، يعني مش هطول عليكم. اول حاجة الجهاز الفني لازم ياخد كل الدعم من الادارة، كل الدعم من الإدارة وكل الصلاحيات. يعني ما فيش حاجة اسمها لا أصل اللاعب ده مش هنعاقبه، اللاعب ده لا لا، كل الصلاحيات للكابتن وليد صلاح الدين والكابتن عماد النحاس بجهازه الفني. طبعا الجهاز الفني كله مؤقت ما عدا الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكورة. مدير الكورة إن شاء الله الكابتن وليد صلاح الدين مكمل معانا إن شاء الله، حتى لو جه مدير فني أجنبي. لازم ياخدوا كل الصلاحيات يا جماعة. ما ينفعش اجيب جهاز فني تمام واقول له لا انت اصلا دي الحته دي مش معاك والحته دي معايا. كل الصلاحيات للجهاز الفني الجديد. تمام. تاني حاجه سريعا، لازم كل الدعم من الجمهور، كل الدعم من الجمهور تقف في ظهر الجهاز الفني. حتى لو خسر ماتش، اتعادل ماتش، حصل تعثر في حاجه، ما نقعدش نهجم على الجهاز الفني ويمشي ومش يمشي وفاشل ومش فاشل ومش عارف ايه. ده جهاز فني مؤقت يا جماعه، يعني كده كده مش مكمل. كده كده مش مكمل، فحتى لو حصل تعثر، حتى لو مشينا هنجيب جهاز فني مؤقت تاني مش هينفع. طبعا الى جانب ان كابتن عماد النحاس عنده ثقه كبيره من جمهور الاهلي، لانه الموسم اللي فات عمل حاجه صعبه جدا، جاب دوري كان ضايع مننا في اخر 6 ماتشات في الدوري اللي فات. فندعمه ونقف في ظهره ونفضل ان شاء الله مساندين ليه والجهاز الفني المعاون اللي معاه. دي كانت اخر الاخبار من عند الاهلي يا جماعه. ما تنسوش تصلوا على النبي وادعوا لاخواتكم في فلسطين. سلام عليكم.